السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. أعتقد أنه لدينا كثير من الخبرة لكي لا نسقط في فخ الفريق المغربي. الفريق المغربي وصل إلى هذا الحد ليس بالصدفة. فريق يدافع جيد جدا، يدافع دفاعا مستميتا. ستكون مباراة قوية وصعبة، وعلينا نحن لاعبو الخبرة أن نجهز أصدقائنا لمحاربة أخرى، لحرب جديدة. هذه بعد حرب إنجلترا، حرب ضد المغرب كرويا طبعا. ومثل ما قلت لك لابد أن نسقط في فخ السهولة. هذا نصف نهائي كأس عالم، نصف نهائي كأس عالم. لابد أن تعطي كل ما عندك وأن تجاهد حتى النهاية لكي تكسب هذا المكان في النهائي. لابد أن تكون ممتاز. أهلا رافائيل. عبد الواغي طنطار de لامبا تي في. من لامبا تي في. سؤال بسيط جدا، كيف تجد هذا الفريق المغربي؟ سؤال بسيط جدا. أنا أرى أنه فريق قوي متماسك خاصة، وصعب جدا أن تحركه، وصعب جدا أن تدخل في خطوطه، في وسط خطوطه. هم يكتبون التاريخ صحا، هم يكتبون التاريخ الآن. وفي الفوتبول المغربي، الكرة المغربية والكرة العالمية هي قوة متماسكة وقوة جماعية، وقد تحصلوا على نتائج ممتازة تعطيهم كثير من الثقة في أنفسهم. فريق متوازن مرة أخرى أقولها لك. وأعتقد أن لديهم سلاح وأسلحة على المستوى الدفاعي، على المستوى الهجمات المرتدة، على المستوى الكرة الثابتة، على مستوى التحركات الفردية. أنا أعتقد أن المباراة ستكون صعبة وصعبة جدا. ليس من السهل وليس من باب الصدف أن تجد المغرب في نصف النهائي. إذن نحن ننتظر كثير من المنازلة معهم. شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة.